5 أطعمة مذكورة بالقرآن حنعمل فيها خلطة سحرية. هيدي الخلطة اللي كل يوم باخد منها معلقة، وما تتخيلوا الفوايد قديش هي. من مكوناتها انتوا حتعرفوا: التين والزيتون والتمر والعسل والزنجبيل وزيت الزيتون. معلقة وحدة بتكفيكن عن أي سبلمنتس وأي مكملات غذائية وأي فيتامينز، بتعطيكم طاقة ما تتخيلوا قديش. أول شي بمرط بين إزاز بدي أحط بالكعب زيت زيتون، بعدين بدي أجيب التين قطعه لأربع مثل ما عم بتشوفوا، لحتى بكل لقمة تطلع لي منها قطعة. بدي اقطعهم وجيب التمر نفس الشي، بدي اشيل النوى، بدي اقطعهم لقطع صغيرة بهيدا الشكل. بدي اجيب الزيتون حاليا كمان نشيل منه البذور وقطعها قطع صغيرة، لحتى بكل لقمة احرص انه تطلع عندي من كل المكونات بنفس اللقمة. حاليا بخلص عندي الكمية وبدي ارجع اضيف عليهم العسل والزنجبيل. الزنجبيل كمان مذكور بالقرآن والعسل. بدي ابرشهم برش بهذا الشكل لانه هي طعمتها حدة، ولكن بتعطيها نكهة صدقوني كتير 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 طيبة. والعسل حرصوا انه يكون عسل اصلي. بنحط الكمية مثل ما عم بتشوف. هكتب لكم المكونات اللي انا بسويها والمقادير تحت الفيديو. بخلطهم مع بعض بهذا الشكل، برجع بحط على وجهها زيت زيتون لحافظ عليهم. صارت عندي جاهزة، بتقديني اسبوع، كل يوم باخد منها معلقة وبتضل عندي فريش. وما تتخيلوا الطاقة قديش هي مفيدة، ولا اسهل من هيك. اعملوا شير وسيف للفيديو، جربوها ودعوا لي. سعيد.